بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اليوم بإذن الله سنسرد أدلة دخول الجن داخل جسد الإنس. كم من تعليق يجينا شيخ أعطينا أدلة دخول الجن داخل جسد الإنس، أو نجد بعض التعليقات نتحداك أن تعطينا أدلة دخول الجن داخل جسد الإنس، أو شيخ حبينا نتعلموا بنا أدلة. المهم إحنا لا نرد على من يتحدى ولا نتحدى أحدا، هذا علم نرد ونورو لأصحابنا، للمتابعين تاعنا اللي عندهم شبهات، يعني الناس اللي ما تعرفش ربما تتعلم تكون سبب. نقول لهم بإذن المولى عز وجل نستد هذه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال وأعمال السلف. قال المولى عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه في سورة البقرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. نقف عليها اثنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرقي في ابن أبي العاص، أخبط هنا في صدره، تفل عليه، وقال: اخرج عدو الله إني رسول الله. اخرج عدو الله إني رسول الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وهو يرقي مريض، يقرأ على مريض، فنطقت منه شيطانة أي جنية، قالت: أحبه. قال: ولكنه لا يحبك. قالت: أريد أن أحج به. قال: ولكنه لا يريد أن يحج معك. قالت: أخرج كرامة لك يا شيخ. قال: بل تخرجين طاعة لله. هذه الأدلة وغيرها موجود الكثير بإذن الله. قلنا الآية الأولى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كي يقول هذه لا أكل الربا. نعم، هذه لا أكل الربا. هذه الله مولى عز وجل أعطى مثل: الذين يأكلون الربا يوم القيامة ما ينوضش من قبره، يقوم ينوض كما الذي يتخبطه الشيطان من المس. كي مش حل من واحد أعطى مثلا، تكلمنا مع ناس قال لك هذه لا. نعم، الله عز وجل أعطاك مثل باش يمثل لك بحاجة تشوفها، باش يمثل لك، ماشي ما يمثلكش بحاجة ما تعرفهاش، يمثل لك بحاجة تشوفها. راك حاب تشوف اللي يأكل الربا كيفاش ينوض يوم القيامة، ما يقدرش ينوض. الذي يأكل، حاب مثلا ترى الذين يأكلون الربا في الحياة الدنيا يوم القيامة لا يستطيع أن يقوم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعطيك المولى عز وجل دليل تراه، مثلا رأيت الذي يتخبطه الشيطان من المس في الدنيا. كتشوف إنسان يتخبطه الشيطان من المس، يطيح وينوض وكذا، يقوم. لازم نتكلموا شيء بعض باللغة العربية لأن يتابعوننا خارج أرض الوطن ما يفهموش اللغة تاعنا. لا يقوم من قبره الذي يأكل الربا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. رأيت الذي مثلا هذا يتخبطه الشيطان من المس أو يتخبط، يقوم ويقف. عندما ترى هذا فتذكر آكل الربا يوم القيامة يقوم هكذا. هذا دليل قاطع. الذي المشككين يقولون هذه لا هي على أكل الربا. نعم، ولكن الله عز وجل أعطى مثل بالذي يتخبطه الشيطان من المس، أي المس. وما معنى مس ما معنى؟ أي جن داخل الإنس، هذاك هو المس، الجن داخل الإنس، هذا هو معنى المس. هذا دليل قاطع
خاصة الناس اللي ضد أهل السنة والجماعة. دليل قاطع أن الجن يدخل داخل الإنس ويتخبط المريض. الذين يأكلون الربا لا يقومون أي يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس في الدنيا. ترى المثل تذكر الآخرة. نقطة إلى الصدر. هذه الدليل الأول. الدليل الثاني، ماذا جئنا بماذا؟ الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. الدم وراه داخل الجسد. أين هو الدم في الجسد؟ داخل الجسد. والشيطان يدور مع الدم. هذا قالها رسول صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، أي يدور مع الدم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرقي ابن أبي العاص، قال: اخرج عدو الله إني رسول الله. اخرج عدو الله. يا هل ترى هل هو خارج الجسد ويقول له اخرج؟ هو داخل الجسد. داخل جسده. قعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، حط له الركبتين تاع الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفتين هنا على صدره، قال خبط له هكا في صدره وتفل عليه ثلاثة: اخرج عدو الله إني رسول الله. فخرج الجان وقال لابن أبي العاص: اذهب إلى عملك. أين مثلا هو برا، هو خارج الجسد يقول اخرج عدو الله. هو داخل الجسد هو داخل الجسد وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اخرج عدو الله. هؤلاء دليل قاطع. أدلة من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هذا هو دستور الأمة. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. صح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. دوك حنا جبنا لك من الكتاب والسنة. شيخ الإسلام ابن تيمية حبيت تقبل، حبيت ما تقبلش. تقبل دليل تاع الشيخ الإسلام ابن تيمية، حبيت ما تقبلش. في آخر المطاف حنا نقولوا هو بشر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وكلام الله إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل. قل لي مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية مرجعية بالنسبة إليك أنت، أنا ماشي مرجعية بالنسبة إلي مثلا. أنا أسرد عليك القول عادي. قال وهي يلقي المريض، قالت: أحبه. هذا أحبه. قال لها: لا، ولكنه لا يحبك. قالت: أريد أن أحج به، ندير الحج. قالت: لا. قالها: إنه لا يريد أن يحج معك. قالت: أخرج كرامة لك يا شيخ. قال: بل تخرجين طاعة لله. نحن بشر مستضعفين أضعفاء، توهمنا الجن وتخدعنا الجن. هل ترى مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية وسمي بشيخ الإسلام، وعليه اجتمعت الأمة العلماء أهل العلم كله بلي هذا شيخ الإسلام. غبية للدرجة هذه. قالها: بل تخرجين طاعة لله. أي هذه وين كانت باش قالها تخرجين داخل جسد المريض؟ قالها: تخرجين طاعة لله. نحن كلنا ننخادع، حتى شيخ الإسلام، حتى أنا لا نقر له بالعصمة أبدا، لا نقر أنه بالعصمة، لكن عنده ذكاء، عنده فطنة، عالم، شيخ الإسلام مجدد، ماشي حاجة عادية. قال لها: بل تخرجين طاعة لله. أين كانت هذه الجنية؟ خارج الجسد، وقالها: أخرجي طاعة لله داخل الجسد. هذه الأدلة، والأدلة في ذلك كثير، والواقع يثبت الكثير. والمريض، تقول المريض يتوهم، انت مثلا نقول لك يتوهم، نحن دوك تتهم كل إنسان مريض بأنه ساذج. كل إنسان مريض بأنه ساذج، بأنه غبي، بأنه لا، أبدا. الواقع يثبت ذلك. هذا والله أعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا جميعا
آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.